اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. البنات واجكم بخير وعلى خير؟ أنا في نعمة والحمد لله. خواتاتي في الله، إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم في أتم الصحة والعافية، اللهم آمين. البنات حبيت نشارك معاكم الخبز المنفوخ أو الشامباتي التونسي. ما نطولش عليكم، مر مباشرة ذكر المقادير مع طريقة التحضير. هنا البنات في غيسيبيون نجيب زوز كيسان تاع ماء دافي، زايد مغرفة كبيرة نتاع سكر عادي، زايد مغرفة كبيرة نتاع خميرة الخبز. البنات الساشي هذه راهي خميرة الخبز ماهيش خميرة الحلويات. زايد زوز مغارف كبار زيت، زايد كاس نتاع دقيق، البنات الدقيق العادي، الدقيق اللي عندك. نخلط بالفوي كلش مع بعضاه ونغطي الغيسيبيون ونخليه يرتاح مدة درج حتى تتفاعل معنا الخميرة. من جهة أخرى البنات حضرت صدر نتاع دجاج، كنت غسلته وقصيته إلى مكعبات متوسطين، وضفت له الزيت والكمون والزنجبيل والثوم والبصل والهريسة ومغرفة كبيرة نتاع توابل الدجاج. نخلط كلش مع بعضاه ونحطهم فوق النار يتقلوا على نار قليلة باش يجيني دجاج يجيني طري، ما يجينيش ناشف كما راكم تشوفوا معايا البنات. من جهة أخرى بعد ما فاتت درج نرجع للغيسيبيون تاعي أو للخليط نتاعي ونعاود نخلطه، ونبدأ نضيف له الفرينة بالتدريج. هنا البنات ادت لي تقريب 3 كيسين ونص، مي كل واحدة والفرينة نتاعها، ما نقدرش نقولكم ديروا نفس المكيال نتاعي. هنا البنات نضيف الفرينة بشوية ونخلط حتى نتحصل على عجينة طرية وتتلاصق نوعا ما في اليد، ماهيش يابسة. البنات العجينة هذه كما عجينة المطلوعة، ونضيف لها مغرفة قيس نص مغرفة كبيرة ولا مغرفة صغيرة نتاع ملح. البنات هنا ندير ايدي ونبدا نخلط حتى نتحصل على هذه العجينة. البنات هنا نزيدها الفرينة راهي مازالت طرية، هذا هو القوام اللي نحتاجوه. نصب دريها بالفرينة ونغطاها ونخليها ترتاح مدة ربع ساعة حتى تطلع معانا. نجو لهنا البنات بعد ربع ساعة، شوفوا البنات راهي سيبة وطلعت. في المرحلة هذه نضيف لها الفرينة باش نقدر نحها من غيسيبيون ونحطها فوق البلون دو ترافاي، ونبدا ندخل نعجنها ندخل فيها هاك الفرينة حتى تولي عجينة ملساء كما راكم تشوفوا البنات. ونشكلها على شكل بودا طويل كما تعودتوا عليا دائما كي نجي يعني نقسم العجينة نديرها بالشكل هذه، نديرها على شكل بودا ونجيب الكوبات ونبدا نقسم في العجينة بالشكل هذه هذا عفوا البنات، ونكورها الى بولات، ما نقولكمش بتي بول لانها البوله مويا هكا ماهيش كبيره وماهيش صغيره. البنات كما شفتوا معايا صبوا دريت البلون دو ترافاي وحطيت البولات هنا وخليتهم يطلعوا شويه باش يساعدوني كي نجي نحلهم. نبدا بالكعبه الاولى اللي بوليتها هي الاولى، نبدا نصب دريها بالفرينه ونحلها بالشكل هذا باش ما تلصقش معايا البنات في البلون دو ترافاي. وهذا هو القوام نتاعها وهذا هو الحجم نتاعها البنات. ما نحلوهاش خشينه كيما المطلوعه وما نحلوهاش رقيقه خلاص كيما ورق التاكوس، لا البنات الارتفاع نتاعها كيما كسرة الرخصاص، نحلوه كيما كسرة الرخصاص. هنا البنات نكمل كامل الكويرات اللي عندي بالشكل هذا ونغطي بالسيرفيات. البنات هنا شتو بديت بالحبة الأولى نحل ونحط ونغطي بالسيرفيت. هنا البنات راني حاطة ديجا الطاجين يسخن، هنا جست ما تكملي الحبة الأخيرة، أنا عندي 6 حبات
نحلهم كلها بالشكل هذا. لونطوني نكمل اخر حبه نحطها، نهز اول كسره خدمتها ونطيبها ما نخليهاش تطلع. هاو الطاجين البنات، الطاجين هذا كنت شاركته معاكم من قبل، طاجين صغير او يدير 20,000 فقط، عملي بسم الله وما شاء الله. هنا البنات نوريكم في لافارس نتاع الدجاج، ونوريكم في البطاطا كنت قليتها وقصيتها بالشكل هذا البنات. شوفوا معايا البنات، جيت ما كملت الكسرة الأخيرة، جيت للكسرة الأولى اللي قرصتها وبديت نطيب فيها هي. هنا البنات الطاجين تاعي راهو سخون، جست ما حطيتها بديت هكا تنفخ هكا شوية قلبتها كيما راكم تشوفوا معايا البنات. شوفوا كيفاش جت منفوخة. ومن جهة أخرى البنات حطيت هذا الطاجين تاع البانيني درت فيه قرصة. شوفوا البنات كيفاش جت كيما كسرة المطلوعة عادي جدا. مي البنات من داخل ما تلقيش فيها البيبة، خلاص تلقي قشرة تلقاها فارغة من داخل، وجست قشرة من الفوق وقشرة من تحت، ومن الوسط راهي فارغة. شوفوا راهي منفوخة. ولاستيس هنا كيفاه راهي جاتك منفوخة، لانك ما خليتيهاش تطلع، جست ما كملتي القرصة الأخيرة بديتي طيبي فيها في القرصة الأولى عفوا. وانك تبرمي ما تخليهاش طيب ياسر من تحت باش تقلبيها كما المطلوعة، لا جست تحطها فوق النار تبدا هكا شويه تبدل تنفخ هكا شويه تقلبيها. لازم تبرمي وتقلبي تبرمي وتقلبي. البنات هذو هما الكسور نتاعي بجيقالات نتاعي. هنا مازال ما حوشيتهمش. شوفوا البنات راهي طريه ومنفجه وفارغه من داخل ما فيها والو. هذيك اللي درتها في المقله نتاع البانيني. شوفوا البنات هنا نوريلكم، شوفوا كيفاه راهي منفوخة بسم الله وما شاء الله، تقول عليها خبز سوري. تجي بالشكل هذا. لازم من كي نقرصوها ما نقرصوهاش خشينه كيما المطلوعه، ولازم ما نخلوهاش تطلع، وجيس ما نحطوها فوق الطاجين طول نقلبوها باش نتحصلوا على كسره منفوخه في الوسط ما فيها والو. هنا البنات سيبو راني حوشيتهم. نجو لهنا وباش نفرصوها. شوفوا البنات هنا راهي تتحل بلا موس، راهي وحدها محلوله. صحيح جبت الموس وبديت نحل، مي شوفوا البنات راهي جوست بيدي فقط قاعده نحل فيها، فارغه من داخل، ماهيش ملقطه ماهيش معجنه ماهيش خشينه، جوست قشره من الفوق وقشره من تحت. شوفوا البنات ورايحه نوريكم من داخل جت انديري بغرير غريف. شوفوا البنات في المرحله هذه واش ندير. كما شفتوا معايا عندي الدجاج وعندي البطاطا وزدت عندي الفرماج والهريسه. البنات هنا الهريسه حليتها في الماء والملح باش ما تجينيش خشينه هكا وثقيله، وتمشي معايا في الساندويتش كنعود ندهن نحل الساندويتش تاعي على زوز كما راكم تشوفوا. جهه درت فيها الهريسه والملح اللي كنت حليتها بالماء، والجهه الثانيه درت فيها هذا الفرماج تاع المكعبات. البنات راكم مش محتم تقتدوا بالمقادير اللي عندي، كل واحده والامكانيات اللي عندها، وكل واحده وش تحب والذوق. البنات هنا كما قلت لكم نصف درت فيه الهريسه دهنته بالهريسه، والنصف الثاني دهنته بالفرماج. اول حاجه واش ندير، نجيب هاك لافارس نتاع الدجاج نحطه فوق الهريسه، فوق الجهه اللي درت فيها الهريسه. البنات راني الامانه درت صدر كامل تاع دجاج وعمرت قيس يعني ربعة كسرات، ونزيد نضيف البطاطا، ونزيد نضيف عليها زوز شرائح من هذا الفرماج تاع لي همبرغر بالشكل هذا. نكمل البنات الشريحة الثانية كما راكم تشوفوا. هنا البنات لصقت لي راهو الكوزينة راهي سخونة، كنت نطيب في الكسرة سخونة ذاب معايا مي نورمال. البنات راني للأمانة رايحة دركا راح نقسم معاكم واحدة، مي راني كل قرصة نديرها نعاود نرجعها للطاجين باش يذوب لي هاك الفرماج نتاع لي همبرغر. شوفوا البنات ساندويتش بسم الله وما شاء الله
خفيف ريشة. نشوفوا هاك القوام نتاع لافارس. الصورة راهي تعبر على روحها. هنا البنات الساندويتش نتاعي أو الخبز المنفوخ أو الشمباتي التونسي في حلته الأخيرة، كنت رافقته بالعصير فقط. شوفوا معايا البنات القوام جا بسم الله وما شاء الله، جا شارجي بلا فارس. بلا فارس كنت نكهتها بالهريسة والواحد جا بسم الله وما شاء الله جا حار. شوفوا البنات للأمانة أنا عائلتي كل واحد فيه مكلا نص نص نتاع ساندويتش، مقدرش يكمل تالمو شارجي وتالمو مشبعة. جت بسم الله وما شاء الله. ان شاء الله البنات اعجبكم. البنات شهيتكم في الجنة. البنات هذا مش محتم يعني الانسان يديرو غدا ولا عشاء، يعني مليح حتى في الرحلات هكاك تعودوا رايحين مسافرين هكا بيكنيك ولا حاجة يصلح. البنات ما بقى لي غير نقولكم استودعكم الله. السلام.